السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل كبدة. دي كبد فراخ مش كبدة من عند الجزار. هنعملها النهاردة بطريقة سهلة وجميلة، وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. يعني هنا حطيت طاسة على النار وهسيبها تسخن شوية، وهحط حبة زيت. اللي عايز يحط زيت يحط زيت، واللي عاوز يحط سمنة يحط سمنة براحته، بس انا هحط زيت. انا بحب استعمل الزيت في الاكلات الخفيفة عشان يبقى خفيف، يعني هو مش طبيخ. هحط زيت اهو. هحط حوالي كده يعني 4 معالق زيت، يعني مش هكتر قوي، وهسيبه يسخن كويس علشان انزل فيه الكبده عشان خاطر ما تجيبش ميته. الكبده ديت يا جماعه انا غسلتها غسله كويسه. انا قبل ما احط ايدي فيها خالص بجيب طبق اللي انا هنقع فيه، واحط فيه حبه ملح وحبه خل وليمونتين بعصرهم وبرمي القشر فيهم، وبحط معلقتين كبار النشا العادي بتاعنا بتاع المهلبيه. بحط معلقتين نشا في الميه. ده الغسيل فراخ او غسيل اي حاجه جميل جدا جدا، هو والليمون اهم من الخل واهم من اي حاجه بصراحه. دول اهم حاجه عندي، ان انا احط نشا واحط عصير ليمون وقشر الليمون في الميه، وبس بشطف الكبده كويس قوي، وبحش منها اي حاجه مش عجباني، وباخدها واروح قصاها حتت صغيره. زي ما انت عايزه تعمليها صغيره ماشي، مش عايزه تعمليها صحيحه ماشي، بس لازم القلب بتاعها اللي بيبقى متعلق فيها دوت قلب الفرخه لازم يتفتح بالنص، وتطلعي الدم اللي بيبقى متكبد جوه. لازم يتفتح، وتحوشي الغطا اللي بيبقى من بره بتاع القلب دوت الشفاف، وتحوشيه. واي زياده مش عاجباكي دهون او الحتت بتبقى فيها حتت كده مش حلوه بتحوشيها. وبشطفها كويس، وبروح مقطعاها وحطاها في الميه بتاعه النقع اللي انا قلتلكوا عليها، اللي فيها نشا وفيها ملح وفيها خل وفيها ليمون، وبسيبها شويه قيمه ربع ساعه او نص ساعه براحتك تنقعيها شويه. وبعد كده بشطفها وبطلعها في المصفى زي ما انتوا شايفين، هخليها تتصفى خالص من الميه بتاعتها. ولو عايزه ترش عليها حبه خل من فوق كده تمام بترش عليها، مش عايزه خلاص. انا دلوقتي كده الزيت سخن معايا اهوت، وهبتدي انزل الكبده بالراحه، مش هحطها كلها مره واحده علشان خاطر ما تجيبش ميتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جابت ميتها يا جماعه ما تقلقوش، هتشرب ميتها. يعني لو جابت ميتها هتشرب الميه بتاعتها، ودينا هنشوف مع بعض. الطريقه دي جميله قوي، الكبده انطحت. احط واحده واحده وانا معليه النار عشان خاطر ما تجيبش الميه بتاعتها. الكبده دي على فكره يا جماعه مفيده جدا. انا الدكتور اللي قايل لي على الموضوع دوت ان الكبده حتى بتاعت الفراخ، يعني مش لازم الكبده اللي عند الجزار بس، لا والكبده كمان بتاعت الفراخ برضو مفيده. هننزل حبه حبه كده عشان خاطر مطولش عليكم، وبعد كده هنشوف مع بعض هنعمل ايه. بصي يا بنات، هي بصراحه هي جابت حبه ميه صغيرين ماشي، واستنيتها لما تشرب الميه بتاعتها، وقعدت اقلب فيها
ودلوقتي هحط لها حبه فلفل اسود. انا ما حطيتش ملح لسه ولا حطيت اي حاجه، يا دوبك بس هحط حبه فلفل اسود وانا بشوحها كده. اللي عايز يحط سمنه بلدي يا جماعه بدل الزيت طبعا هيبقى احسن واقطع، بس انا ما حطيتش لان هي خلصانه من عندي، وانا حطيت حبه زيت لان انا بخاف برده الزيت، فهحط حبه فلفل اسود كده 100 معلقه صغيره بس، وهقلب فيها وهروح اعمل ايه، هدق التومه. انا هوطي عليها عشان انا كنت معليه عليها، اقلب كده وهروح ادق توم. معايا هنا توم وكمون وملح، هروح ادقهم في الهون واشوف هنعمل ايه مع بعض. انا دقيت يا جماعه التوم اهوت، التوم والملح والكمون انا دقيته وفرمته حلو. هحط بقى حبه فلفل اخضر، انا هنا غاسله فلفل ومخرطاه، فلفل حامي على فلفل بارد، وهدق حبه بحبه لغايه ما يسرس مع التوم. هدقه كده وكل ما ينعم هحط الحبه الباقيين. هتحطي قرنين 3 براحتك، الفلفل براحتك يعني، وبرده فلفل الحراق والعادي برضو براحتك. عايزه تحطي حامي الحراق دوت ماشي، بتقولوا عليه حامي او حراق براحتكم. عايزين مش عايزين تحطوا برضو براحتكم، بس هو انا حطيت نص قرن فلفل كده عشان بس يدي طعم. والفلفل البارد حطيت 3 قرون، حطيت 3 وحديات عشان خاطر بيدي للكبده برضو طعم حلو. مش هدقه وارجع لكم اهو يا جماعه. انا دقيت الفلفل كويس قوي، ودلوقتي هحط عصير ليمونه. جبت ليمونه وعصرتها وحطيت معلقتين خل صغيرين. خلاص خلصت اهو. يعني هو عصير الليمون ومعلقتين صغيرين خل، هحطهم على التومه كده وهقلبهم. ماشي خلاص اهو. معلش يا جماعه علشان خاطر انا بصور بايد، وببقى ماسكه بايد، وساعات بنتي بقى بتيجي تمسكي التليفون وتصورني. معلش بقى لو في اي حاجه كده في التصوير معلش، والاصوات اللي انتوا بتسمعوها برضو معلش برضو غصب عننا. تعالوا نشوف دلوقتي هنحطها على الكبده. بس اهو يا جماعه ماشي. هحط بقى على الكبده طبعا حاطه الملح هنا، وبرده تدوقوها وتشوفوها لو هي عايزه ملح حطوا لها، لو هي مش عايزه ملح وتكفت بالمعلقه الصغيره ملح ماشي تمام. هقلب كده وتقليبتين وخلاص. هقلب التومه والفلفل مع الكبده وابقى خلاص كده خلصت، ونروح نعمل سلطه الطحينه. طبعا جايبين بقى فينو بقى جنبيها، اللي هياكل بفينو ماشي، اللي هياكل بعيش بلدي ماشي براحتكم، يعني اللي حابب ياكلها بحاجه معينه براحته، بس بتبقى طعمها جميل جدا وخفيفه انتوا هتدوقوها وهتشوفوا. هتاخد بس كده تقليبتين وخلاص. خلاص اهو يا جماعه انا عطيتها تقليبتين وخلاص هقفل عليها، كفايه كده. هتشموا بقى ريحه جامده بصراحه، والطعم برضو جامد، هتجربوا هتشوفوا. هنروح دلوقتي نعمل سلطه الطحينه مع بعض. بصوا يا بنات، اديني اهوت انا حطيت الطحينه اهيت في الكوبايه، حوالي ربع كوبايه طحينه، وهحط ملح ورشه شطه ورشه كمون ورشه فلفل اسود، بس كده. هم دول اللي انا هحطهم على الطحينه.
وهحط يدوبك معلقتين ميه واقلب، يعني يعني معلقتين علشان خاطر ما تخفش مني قوي. يعني الميه بارده يا جماعه من الحنفيه، الميه بارده، مش لازم يعني سخنه، هي هتمشي سخنه وكل حاجه. واحط بقين تاني ميه كده، معلقتين ميه واقلب. كل ما الاقيها تخينه احط لها معلقتين ميه، معلقتين عشان خاطر ما تخفش، عشان لو بقت خفيفه مش هعرف اعالجها. هقلب فيها كويس. وعلى فكره ممكن تحطوها في برطمان وتعملوا بدل الكوبايه وتقفلوا البرطمان بالغطا كويس وترجوها، هتطلع معاكم ناعمه وهتطلع معاكم اسرع من كده. نفضل ادوبها كده واحده واحده لغايه ما اشوف التخن اللي انا عايزاه. يعني السمك بتاعها خفيف وسط تقيل، برضو بيرجع حسب راحتي انا، وانا بحب الطحينه ازاي. انا منحبهاش خفيفه عشان خاطر متقعدش تنقط وتقع من السندوتش. انا لسه محطتش الخل، ما بحطش توم فيها عشان خاطر نحس ان التوم بيتعبنا شويه يعني، فما بحطش فيها توم. اللي حابب يحط فيها توم يحط، بس انا مش بحط فيها. ايه خلاص كده. بصوا السمك بتاعها بحيث ان هي ما تقعش من قلب السندوتش. هحط بقى معلقتين صغيرين خل، او معلقتين كبار عادي، معلقتين كبار مش معلقتين صغيرين. اللي بيحب عليها ليمون يحط عليها نص معلقه صغيره عصير ليمون يحط، هو الليمون مش مهم قوي عليها، اهم حاجه الخل. وظبط الملح بتاعها عشان ما تكونش دلعه وما تكونش حادقه. يا جماعه انا دقتها لقيتها كانت عايزه معلقه خل، حطيت لها معلقه خل وحطيت لها رشه ملح برضه. يعني تعملوها كده وتدوقوها وتشوفوا هي محتاجه حاجه ولا لا. عايزه برضو ايه حبه خل صغيرين. خلاص كده هي خلصت معايا، خلاص بقت تمام. هحطها بس في الطبق وخلاص، وهحط بقى الكبده في الطبق، نحط بقى المخلل ونظبط الدنيا كده وهنشوف مع بعض. اهو يا بنات النهارده خلصنا الغدا بتاعنا، كان غدا بسيط وجميل، وان شاء الله لما ندوق الكبده بالطريقه ديت هتعجبكم. يا رب يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. كانت معاكم هدى عبد الحكيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.